حبيب عبادك يا رب. النهاردة احنا في مسجد هو أحد المزارات الصوفية الكبيرة في العالم الإسلامي، ويعد من أكبر مساجد مصر. وعشان نعرف تفاصيل أكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. المسجد اللي احنا فيه النهاردة من الجوامع العريقة القديمة اللي بيرجع بناؤه لعصر السلطان الأشرف خليل قلاوون، وهو من أشهر 10 مساجد على مستوى العالم، ويقال إنه سادس أكبر جامع في العالم. وبالنسبة لمساحة المسجد فهي تبلغ 7000 متر تقريبا، أما مساحة ميدانه فهي 16000 متر، وله 4 مآذن مثمنة الشكل وقبة واحدة، وفيه ما يقرب من 158 عمود و11 باب في جهاته المختلفة. وبالمسجد يوجد ضريحين، الأول لصاحب المسجد والثاني لشقيقه شرف الدين موسى. وللمسجد مكانة عظيمة وخاصة في نفوس الصوفيين، لدرجة أن بعضهم بيطلق عليه قبلة الصوفيين، وبيتهافت عليه كل عام آلاف من الزوار في مناسبتين، وهما المولد الرجبي أو المولد الصغير. أما المناسبة الثانية فهي المولد الأساسي والكبير لصاحب المقام، واللي بيقال عنه إنه أحد أقطاب التصوف الأربعة في العالم الإسلامي، واللي كان له أكتر من لقب أشهرهم برهان الدين وأبا العينين. يا ترى عرفتم احنا كنا فين النهاردة؟ احنا كنا في مسجد العارف بالله الشيخ إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.